بصوا يا جماعه، سكه ودغري، الحياه فيها ناس وفيها بني ادمين وفيها فهمي، ده موضوع لوحده قصه. يعني هو في حاجات كتير. فهمي مش مجرد انسان عادي زينا يا جماعه، هو حاجات كتير في قلب بعضها. هو طريقه وافكار غريبه جدا وكلام اغرب وكل حاجه حلوه يعني. حبيبي يا هيما والله العظيم، اقسم بالله فهمي انا بحبك قوي. ده انا اللي بحبك. انا لسه بعت لك على الانستجرام من غير يعني، انت جامد جدا. وعامة في السفر اكتشفتك. يعني انا كنت بقول لك ايه الصبح، هبلوله يا ريت. عارف العيال الغلسه اللي في الفصل اللي هو بينام كويس قوي بالليل واصحى يجي الصبح يفرهدنا كلنا، هروقكم كلكم، وبعدين تقوم جاي برضه تنعوس. ايوه فتخش انت تنام، برافو عليك، وتعمل غلبان هنام بس غير البيجامه. فاكر غير البيجامه واجي لكم تاني وبتاع. بس كانوا يومين حلوين جدا، وايفنت رهيب. اكسبيرينس حلوه قوي. صحيح. واللمه اللي اتلمت سبحان الله من عند ربنا، بيك انت وحسام وشيكا ومحمد رمضان وعلي مظهر. صحيح. لو احنا مفكرين ان احنا هنلمها كسفريه لا مش هتيجي كده. عارف فاهم انا اكتر حاجه بتعجبني فيك ايه؟ انت بني ادم حقيقي. حبيبي والله يا ابراهيم، وانت كمان والله يا ابراهيم. لا 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 يا جماعه والله العظيم ثلاثه، مش عشان خاطر فهمي صاحبي ولا بتاع، بس الراجل ده حقيقي، مش عجوه ومش بلاستيك. حبيبي يا ايمن والله. بيفضل هو عايش بنفس طريقته اللي طلع بيها واللي اشتغل بيها واللي نجح بيها، وطول الوقت شايف نفسه انا لسه ما عملتش حاجه، وربنا هو اللي بيكرم. فدي حاجه نعمه كبيره، ربنا يا رب. بص يا ابراهيم، انت عندك جزء، يعني انت بكلمك حتى كاصحاب، احنا بقالنا سنين دلوقتي يعتبر اصحاب وعشره. الحاجه اللي عندك انت، ومش بجاملك يعني، وانت عارف ان انا مش مجامل، انت عندك حاجه شبه كده. انت في الاخر ربنا كرمك وفي حته ما شاء الله الله اكبر، احنا بنفتخر بيك يعني. ربنا يخليك. زي ما عرفتك من سنين زي ما انت دلوقتي. وده كمان الناس ممكن تبقى فاكران ايه، ان انت بتعمل كده عشان يبقى شكلك يعني متواضع او لا. هي انت اصلا بتستمتع. صحيح. ان انت نفس الشخص. يعني لما تشهر ابقى واحد تاني هو اللي يتبسط بالشهره. برافو عليك. انا اللي عايز اتبسط نفس الشخص. ايوه برافو عليك. فهي كده. صحيح. اتبسطت قوي. اول مره انا ابراهيم على فكره اجي المتحف. يخض شرح. لا مشكله كبيره يعني. وبعدين انت ايه، انت كام بلد هيروح الكاس العالم؟ هيروح كام بلد؟ هيلف كتير. انا بقول لك من دلوقتي دي هتبقى اقوى ايفنت والله العظيم. والله مش عشان مصري واحنا مصريين السقف عالي قوي. يعني يعني الادج صعب حد يجيب الادج ده اصلا. مش يعني المتحف حاجه هنا رايح على جنوب افريقيا وهيلف تقريبا العالم. يلف هيعملوا ايه اجمد من هنا؟ لا مفيش. المشكله مصر دي جامده جدا. انت بتيجي ترص يا باشا، يعني بتيجي ترص حاجتك، ما بتعملش سيت اب، ما بتعملش اي حاجه. يا ابن اللعيبه حلوه قوي الجمله دي. انت بتيجي ترص حاجتك والباك جراوند الهرم مصر، انت عندك كل حاجه. انت بلد جامده جدا. انت كانك واخد بيت على ناصيه. صح. بحرين، صح. بنيل، بصحراء، ده المتحف ده اقل حاجه عندنا على فكره. والله العظيم نعمه كبيره جدا. الحمد لله الحمد لله. كان احساسك ايه وانت الفيرست لوك بتشوف لاول مره كاس العالم قدامك؟ كاس العالم ده اللي شاف لحظات كتير جدا جدا، ومسكوا نجوم العالم، مسكوا ميسي في اخر البطوله. احساسك ايه؟ اصلا الاكسبيرينس كلها على بعض، وان هي جايه مع اصحابي. كمان. يعني انا مش رايح مثلا مع ناس في شغل قوي. هي شغل طبعا، بس اقصد هي انا رايح مع ابراهيم ورايح مع حسام غالي ورايح مع علي ورايح مع رمضان وشيكا. الدنيا كلها تحس ان متسيستمه عشان احنا نتبسط. صح. احساس يعني انا ليا الفخر يعني وليا الشرف ان انا اكون من الناس اللي راحت لاخواتنا في الرياض ياخدوا منهم الكاس. صحيح. ويرجعوا على مصر. صحيح. النهارده وانا داخل يا ابراهيم انا عارف ان المتحف جامد جدا بس لما دخلت انا في حاجه كده. احنا بقالنا قد ايه؟ انا النهارده انت عارف انا ما نمتش بقالي قد ايه صح؟ 3 ايام تقريبا صايعين. انا وانا كمان بالذات. انت عملت نفسك هتغير. شاطر. قلت لي اغير البيجامه بس واعدي عليك، وانت اصلا كنت لابس بيجامه. يعني احنا كنا خارجين بالبيجامات. قمت قايل كده انا قلبي هيزهق مني هيقف. ايوه والله انت لحد من شويه مش عارف. خرجت والله، دخلت والله العظيم. شفتك وشفت الناس وشفت المكان.
يعني حاجه تفرق. نخش في السؤال الاولاني. يلا. لو كنت لعيب كوره تحب تلعب في انهي مركز وليه؟ انا لما كنت بلعب كوره كنت بلعب 6. بتلعب 6؟ كنت بلعب 6، بحب المكان ده. يعني نص ملعب. ما تصعبهاش علينا. يعني نص ملعب. ماشي. نص ملعب مدافع. يلا. ماشي. ليه بقى؟ ليه كنت بتحب المركز ده؟ انا بشوف ان ده اصلا غالبا اصعب مركز في ال11 بالنسبه لي. محتاج بشوف كده وبشوف ان انت دايما بتستلم مكشوف، يعني انت باك رايت بيستلم وظهره للخط ممكن، ماشي، انما انت بتستلم دايما مكشوف من الاربعه. صح. اللعيبه يعني اتعلقت بلعيبه كتير في المكان ده، بالذات في الاجيال بتاعت 2006 و8 و10. كنت بحب ابراهيم سعيد قوي لما بيلعب في نص الملعب 6. حلو ده. لو هتلعب في نادي عالمي تختار انهي نادي؟ اختار نابولي. انا بحب اي حاجه لعب فيها مارادونا والله العظيم. ونابولي كده بحسه روش باجواءه اندر دوج كده، ولما يكسب يبقى جامد بالظبط. وعارف انت الصور دايما لعب في طينه وميه اشباح. فاختار نابولي. ماشي. لو كنت مدرب لمنتخب تختار انهي منتخب؟ غير مصر يعني؟ كرواتيا، بناتهم حلوين. كرواتيا. ايه الاجابه دي؟ انا بقى كرواتيا. مش اوكرانيا. لا كرواتيا. لا اوكرانيا احلى. انا يعني بحب كرواتيا كمنتخب. خلاص ما تروحش بعيد. خلاص بقى بترجع تزعل انت. ده المحكي. وبنقعد نقص وبتاع نتعب المنتهى. فانت بتحب كرواتيا؟ بحب كرواتيا قوي. علشان عندي ذكريات حلوه. لو الكوره اختفت ايه اكتر حاجه ممكن تحبها مكان الكوره؟ مفيش في حماس الكوره، يعني انا بحب التنس قوي مثلا. ماشي. بس حماس. لسه كنا بنتكلم فاكر على الطياره واحنا جايين، وكان حتى رمضان بيقول هي الكوره لغه لوحدها، يعني مش محتاج، يعني احنا في السينما بنحتاج نحط سب تايتلز وبنحتاج نحط ترجمه عشان نتفهم. الكوره اللغه الوحيده اللي العالم كله بيتكلمها مع بعضه من غير ما نترجم. لو صحيت من النوم، وده سؤال ما وراء الطبيعه جدا يعني، لو صحيت من النوم يوم ما لقيتش النادي الاهلي هتشجع ايه؟ لا مفيش دي. مش هشجع حاجه. مش هتشجع حاجه؟ خلي بالك انا اصلا مثلا يعني ممكن زمان كنت اعمل كده، بس بقيت اصلا ما بحبش البس تيشيرتات حتى فرق يعني على صعيد الانديه ما بعرفش اشجع غير الاهلي. طب بذمتك ودينك يا شيخ ما شجعتش الشعلة من قلبك؟ السؤال ده اخر مره يعني عشت مع الموضوع بس لو الشعلة بيلعب الاهلي يولع الشعلة. طبعا. الغريب يا فهمي ان اسم الشعلة ده اسم تقليدي قوي، يعني لو انت بتلعب في حضانه مع اصحابك فبتقول لهم ايه هتعمل فرق ايه، فيقولوا ده فريق الاسود قصاد فريق الشعلة. الا انه اخد شكل تاني مع عبد النادي. غريبه جدا. هو كان فكره كريم سعد المخرج هو اللي قال لي يبقى اسمه الشعلة. والله العظيم. لان الاول كان اسم غريب قوي يا ابراهيم. ايه بقى؟ كان اسمه المله. والله العظيم. فده كلام فريق المله. فبقى اسمه الشعلة. طيب لو بتتفرج على ماتش مصيري انهي لحظه تحب تشاركها مع غيرك؟ قبل الماتش ولا بعد هدف فرقتك اللي جايباه ولا بعد ما المباراه خلصت؟ مين الشخص وأي توقيت؟ في يعني الايام اللي كنا بنروح الاستاد واحنا صغيرين، واحب اشاركها مع الشله بتاعتنا القديمه اللي هو درديري وسميح وعمرو فهمي والله يرحمه وعبدون هو موجود النهارده. احمد عبدون وطارق كامل. احب اشاركهم تاني وما احبش اشاركهم في لحظه معينه. نفسي اعيش يعني 90 دقيقه من اللي عشناهم مع بعض زمان. احنا كنا بنروح كل حته للماضي. انت احلى حاجه، ولما بشوف كل واحد فيهم راح في حته ونجح في مكانه. يعني النهارده طارق جاي ما شاء الله الله اكبر، وعبدون بقى فين، وببسط قوي ان الشله دي كلها بقت في اماكن حلوه. يعني لو الكوره علمتك درس واحد في الحياه هيكون ايه؟ تلعب لحد اخر دقيقه. حلو. يعني الصبر والمثابره والتحدي العب لحد اخر دقيقه. الاراديه كلها. لان في ساعات كل حاجه بتتحل في ثانيه. امتى اول مره حبيت فيها كره القدم؟ اول مره ابويا هو اللي حببني في الكوره. والله اول ماتش مش واعي عليه، بس حضرته اهلي وزمالك. كان ماتش سنه تقريبا
يا 85 يا 87. حلو. انا مش فاكر. حلو. كان اهلي وزمالك وخلص 1-1. وحسام حسن اتعادل ماشي في الدقيقه الاخيره، وكان ايمن يونس اللي جاب للزمالك في الاول. حلو. وابويا كان قاعد، ابويا اهلاوي قوي. وانا من حماس ابويا عيطت مع جون حسام حسن، وكان بالمناسبه في ال90 برضه والله العظيم. فده اول حاجه خلتني اتعلق، بس ما كنتش لسه واعي. بدات اوعى بقى من 90. طيب ايه اكتر لحظه الكوره حسستك فيها بالفخر؟ جيل حسن شحاته. جيل حسن شحاته قولا واحدا يعني، جيل حسن شحاته كان محسسني ان انا معلم كبير. ايه اكتر لحظه الكوره خذلتك؟ اوحش ماتش بكرهه يعني في حياتي ماتش جزائر في السودان. والله لان اللحظه بتاعت جون متعب احساس انك رايح كاس عالم. ولما بشوف جون متعب دلوقتي بتضايق، لان عارف اللي بعده. لان فرحت قوي فيه. صحيح. وسيبنا الشارع وجننا وبتاع، وكنا رايحين يعني حرام الناس دي ما راحتش كاس عالم. صحيح. انا خلصت اسئله، بس ام سحلول هتسالك سؤال. يلا. تتضايق لما بقول لها ام سحلول بتقول لي انا اسمي لونا؟ قال له لونا عايزك ترحبي بالفنان الكبير احمد فهمي، هتعملي ايه؟ جامده جدا. دي من هنا دي يا ابراهيم؟ لا من هناك. من هناك. من هناك. ومن هناك انا يا ابراهيم اصلا من هناك وبفلوس كتير قوي. عايز اقول لك حاجه. ليك انت. انا طول عمري دايما بقعد واحنا بنتكلم في التليفون بشكرك، عايز اقول لك ان انت قلبك ابيض جدا يا ابراهيم والله. ودايما مجمعنا حواليك، دايما انت السنتر وبتجمعنا حواليك من غير ما تقصد او تتعمد ان انت تبقى سنتر الموضوع. ربنا يخليك يا رب. النهارده انت انا وشيكا وحسام وعلي ومتجمعين حواليك. ما بتتضايق لما يبقى في اتنين بينهم كلاش او مشاكل؟ صحيح. دايما عايزه ايه مننا؟ فانا بشكرك والله بجد، انت بني ادم نضيف جدا. ربنا يخليك يا رب. وشكرا انك صاحبي وموجود معايا دايما. على راسي والله العظيم. والله الكلام من قلبي يعني. وبفتخر بيك وبشكر كوكا بجد على التجميعه الحلوه والناس الحلوه اللي عشنا معاهم التجربه الحلوه ديت بتاعه جوله كاس العالم للفيفا. بشكرك يا فهمي. شكرا جزيلا. شكرا يا ابراهيم. شكرا حبيبي.